السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله نوجد معكم هذه الحلوى اقتصادية ورائعة في المذاق ديالها، وكذلك تخرج هكا واحد الكمية كثيرة. كنتمنى يا ربي تعجبكم. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما نساوش تشتركوا معايا وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. كذلك صلوا على النبي، اللهم صل على الحبيب المصطفى عليه وصحبه اجمعين. بقاو معايا فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. هنا في المقادير عندي 5 البيضات يكونوا في درجة حرارة المطبخ. من بعد غنضيف عليه 2 كؤوس سكر سنيدة العبارة بكاس العنبة كما واضح. غندير قبيصة الملحة ما يعادل نص معلقة صغيرة. غنسم كذلك بساشي زهر البرتقال، تقدروا تنسموا باي نكهة بغيتو. وغنطرب مزيان بالخلاط اليدوي. ومن بعد ما داب السكر مع التخلط من طبيعة الحال، غنضيف 2 كؤوس كذلك الزيت دائما العبارة بكاس العنبة، ونزيد نخلط مزيان. من بعد ما خلطت مزيان يعني تنسجم كل شيء، غنضيف 4 معالق كاوكاو مهرمش عندي مطحون بالقشور ديالو، يعني سبق لي حمرته شويه. غنخلطو مزيان. تقدروا ديروا يدكم في هذه المرحله هذه. انا فقط بغيت هكا نخلط بالملعقه حتى تقلي العجينه شويه، عاد نعمل يدي. غنضيف 5 كؤوس الدقيق في الاول، العبار بكاس العنبه. وغنضيف خماره فيها 20 غرام. تقدروا الا ما كانش عندكم هاد الخماره هذه تقدروا تضيفوا الخميره الحمراء، يعني حاولوا توصلوا ل 20 غرام. ونخلط مزيان مع الاضافه الدقيق طبعا. صافي هنا غنحيد معلقه ونخدم يدي نخلط هنا غير برؤوس الاصابع وما ندلكش العجينه كما تشوفوا. هزت لي هنا 8 كيسان دقيق. من بعد ما ساليت العجينه ديالي هيا كما تلاحظوا يعني تشكل بسهوله، تكون رطبه ما تكونش قاصحه بزاف. وحاولوا ما تدلكوهاش كما قلت لكم. عندي هنا كاوكاو مهرمش يكون ناي مهرمش بالقشور ديالو كما واضح. غادي نفند فيه، غنحط شويه على سطح العمل وغنشكل حربلات يكونوا صغارين ولا كبارين، يعني نتوما تحكموا في الحجم اللي حبيتو. حاولوا تصغروهم شويه لان كيتنفخوا في الفران. غنحاول نلوي مزيان يعني تعمر بديك كاوكاو. صافي ونشكل الهلال بحال هكا نجمعوه شويه ونديرو في اللاطه. تقدروا اللاطه ديالكم دهنوها بالزيت ولا ديروا ورق المطبخ، يعني الا كنتو شاكين هكا في اللاطه ديالكم د الساق. اللاطه ديالي ما يلصقوش، يعني نحط فيهم بلا ما ندهن بلا حتى شي حاجه. غنكرر معكم نفس العمليه. الهلال ساهل يعني. غنستمر لهاد الطريقه حتى نكمل الحلوه ديالي كامله ونرجع معكم. ومن بعد ما انتهيت من الحلوه ديالي غندخلها الفران عندي مسخن من قبل ويكون ناقص درجه الحراره ديالو. نطيبها من تحت عاد من فوق. والحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كما تشوفوا انتفخت ومحمره هكا، يلاه مذهبه، ما تكونش محمره بزاف تحرقوها وما تكونش عاوتاني بيضه.
باش ديك الكاوكاو عاوتاني يتحمر. وهنا حيدت قبلتكم يعني باش تشوفوها، يعني الا كانت ما مدهوناش لاطا بالزيت ولا شي حاجه، راه هذا غير تحيد. وانتم الا حبيت كما قلت لكم ديروا الورق الزبده ماشي مشكل. الحلوى هنا من بعد ما بردت صدفتها فوق بلاستيك غذائي، وذوبت الشوكولاط ابيض، وغندير خطوط كما واضح، يعني التزيين بسيط على هذا الشكل هذا، يعني باش يتبدل المنظر الحلوى. وهذا الشكل النهائي للحلوى ديالي جات رائعه. النص الحلوى الاخرى يعني تقطع لي المقطع ديال الفيديو، غطست له الريوس ديالو في الشوكولاط الاسود يعني واضح، والنص الاخر خليته يعني هكاك يعني غير بشوكولاط الابيض باش يجيو هكا جوج اشكالات. وكتجي رائعه في المذاق ديالها وفي الشكل ديالها. كنتمنى يا ربي يعجبكم، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم الى عجبكم الفيديو. هنا غتشوفوا القوام ديالها كيفاش جات رائعه وشيشه، والاهم من هذا مثقبه من الداخل وجات مجعبه كامله. صراحه ما حسبتش شحال من حلوى وخرجت لي واحد الكميه يعني كثيره. تقدروا نتوما تخرجوا هكا بالتذوق ديالكم والابداع، تخرجوا من 3 الاشكال ولا 4 الاشكال، علاش لا. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل الاصدقاء ديالكم. مع السلامه.